وطب نفسا بما فعل القضاء، ولا تأمن لحادثة. منى الشاذلي تثور غضبا في وجه حفيظ دراجي وتفضح النظام الجزائري وتفجر مفاجأة لن تصدق ماذا قالت عن الجزائر. ولكن في البداية عطر فمكن بالصلاة والسلام على رسولنا الكريم. ولو أنت عاشق ومحب للمغرب اضغط لايك على هذا الفيديو، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. أثارت تصريحات المعلق الجزائري حفيظ دراجي لدى الإذاعة الجزائرية التي قال فيها عن حادثة الشبان المغاربة الذين قتلوا على السواحل الجزائرية. وقال دراجي: أنا أكذب الرواية المغربية التي قالت أنهم كانوا يمارسون رياضة الأمواج، بل هم عصابات حاولوا التسلل إلى الجزائر لتهريب المخدرات وتوزيعها على الشباب الجزائري. وهذا التصريح أغضب الإعلامية المصرية منى الشاذلي وجعلها تنهار من البكاء على الشباب المغربي، وقالت: أنا أعزي نفسي وأعزي جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي في وفاة هؤلاء الشبان الذين قتلوا برصاص الغدر على يد البحرية الجزائرية. فهؤلاء الشبان كانوا عزل ولا يمتلكون أي سلاح، فالبحرية الجزائرية اخترقت القوانين الدولية وقوانين الأمم المتحدة التي تمنع قتل أي شخص اخترق المياه الإقليمية لبلد آخر، بل تحذره أولا بمكبرات الصوت ثم تحذره 3 مرات لطلب الاستسلام، وإذا لم يستسلم بهذه الطريقة تطلق البحرية 6 أعيرة نارية في الهواء لتحذيره مرة أخرى وطلب الاستسلام، وإذا لم يستجيبوا لهذه الطرق تبدأ البحرية الجزائرية بشن الهجوم بإطلاق أعيرة مطاطية ومحاصرتهم والقبض عليهم. فالبحرية الجزائرية لم تتخذ أي إجراء قانوني تجاه الشبان المغاربة، بل صوبت عليهم الأعيرة النارية مباشرة. وقالت منى الشاذلي: هذه الأنظمة الجزائرية المستبدة التي زرعت في نفوس الجنود أن المغرب هي عدوة الجزائر الأولى والأخيرة، ونسوا أن المغرب والجزائر هم مسلمون وأشقاء، ليكون هذا ساتر غطاء للمسؤولين الجزائريين لسرقة ونهب الجزائر منذ عقود.